وكده بقى يا حبايب قلبي، الزلابيه لما خلصت مقرمشه وجميله وطعمها حلو. اي نعم شكلها مش مدهور قوي في اشكال فضائيه كده، بس ايه، تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اوريكم القرمشه بتاعتها. بسم الله. شايفين؟ خدي بقى المقرمشه بقى قوي دي، طعمها رهيب. بصوا يا ريت القرمشه بقى ايه تكون طالعه لكم، مش عارفه تدور معايا. يلا جربوها وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبيب قلبي؟ من آخر فيديو كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة حلوة، وهي لقمة القاضي أو الزلابية زي ما بنقول عليها هنا في مصر. أول حاجة هنحضر الشربات. معايا هنا كوب وربع سكر وكوب مية، وادوبهم شوية كده مع بعض يا حبايب قلبي، ومعاها نص عصرة ليمونة. وارفع كل الكلام ده على النار واحسب المدة 5 دقايق بالظبط بعد الغليان. يعني اول ما تغلي كده احسب لها 5 دقايق، تمام؟ واطفي عليه. هي مش الزلابية مش عايزة شربات تقيل. هنا بقى ايه يا حبايب قلبي، بقى عجينة الزلابية. عجينة الزلابية سهلة وبسيطة. معايا مج كده من الدقيق، ومعايا رشة ملح سنة، ومعايا معلقة صغيرة سكر، ومعايا معلقة صغيرة خميرة فورية. وهنزل عليها بالمية تدريجيا كده لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هي كوباية الدقيق دي اخدت كوباية الا ربع مية، بس برضو ما ننزلش كوباية الا ربع مية مرة واحدة، علشان زي ما احنا عارفين كل دقيق وكل نوع من الدقيق ليه درجة الامتصاص بتاعة المية بتاعته، تمام؟ فانا هقعد كده قلت فيها كده اهوت اللت والعجن كده قلت في العجينة عشان ادخلها اكبر كمية هوا، علشان هتكون هشة ومفرغة من جوه ومقرمشة من بره، وتبقى كده زي طعم بتاعت بره. اي نعم ممكن يكون الشكل مش مظبوط، يعني مش التدويرة اللي هي قوي دي، لانهم طبعا هم خبرة، بس الطعم احلى من بتاع بره كمان. هنا كده كانت خمرت 10 دقايق، كانت كده خمرت. كنت بوريكم القوام تقيل ازاي، وكنت بوريكم كده علامة ان لما اعمل خط كده ما يرجعش بسرعة العجينة تلم تاني على بعض والخط يفضل شغال كده. جبت بقى حبة زيت غزير كده يا حبايب قلبي، وجبت كوباية كده صغيرة فيها زيت، علشان لما اجي اخد بالمعلقة من العجينة تتزحلق بسرعة، ما تمسكش في المعلقة. كل 3 4 مرات كده ما انزل في الطاسه احط المعلقه كده في الكوبايه بتاعت الزيت، تمام؟ واخد بايدي كده زي ما انتم شايفين الشكل، اشكال فضائيه برضو كده بس الطعم والله العظيم تحفه يا حبايب قلبي. يعملوها بقى لاولادكم كده وهم رايحين المدرسه. بشوف عيال كتيره جدا وهي رايحه المدرسه ويقفوا يشتروا الزلابيه دي من بتاع الزلابيه، او بيبقى في ستات كده غلابه ربنا يعينهم ويعينهم على اللي هم فيه. بيقعدوا كده بثبت كده وزي بابور كده وعليه طاسة كده، وعاملين عجينة وبيبيعوها كده في قراطيس بسكر كده بودر من غير عسل. فاحنا بقى نعملها لهم في بيتنا، طبعا اوفر واسهل، وطبعا كل واحد ليه رزقه. بس احنا بنعملها في البيت، يعني ايه، اوفر وانضف. يعني انت ضامنه نظافه بيتك ونظافه ايدك اللي انت بتعمليها. كل واحد يرزق يا رب، كل واحد يا رب كده يرزقه الرزق الواسع. فهنعملها كده لاولادنا زي ما نحط لهم الكيك، بسبوسه، حته بسبوسه كده في اللانش بوكس، حته كيكايه نحط لهم برضو ايه 3 4 زلابيات كده بدل ما هم بيحبوها. او تعملوها بقى في البيت. والزلابيه دي يعني شتا صيف ماشيه ما شاء الله. بصوا بقى هي نفشت ازاي، هوريها لكم في اخر الفيديو، وبرضو في اول الفيديو انا هسيب لكم مقطع وانا بسمعكم القرمشه بتاعه الزلابيه. تحفه تحفه تحفه. والشربات بتاعها كده هادي ومش تقيل وخفيف كده. دي كده كانت اول طاسه. الكميه اللي انا عملتها دي ممكن تكونوا شايفينها ان هي قليله، بس هي مش قليله ولا حاجه. هي بسم الله ما شاء الله رمت طاسه، والطاسه التانية هي يعني الا ربعها كده او نصها. وعملت
احلى طبقين زلابيه، وانا حطيتهم في طبق طبعا كبير وحطيتهم كلهم على بعض. فادتني طبق هرمي كده حلو كبير، واكلناه بالهنا والشفا، والاولاد اتبسطوا بيه. وقالوا لنا يا ماما اعملوا لنا بقى واحنا رايحين المدرسه وكده اهو. قلت لهم انا بقى اللي فتحت على نفسي الفتحه ديت. عجبتهم جدا جدا جدا، وقالوا طعمها حلو زي بتاعت بره ومقرمشه وحلوه. طبعا نخليها بقى اللون الذهبي كده، ونقعد نقلب فيها عشان ما يبقاش ايه، حته فاتحه وحته غامقه. تمام. وطبعا لقمة القاضي دي او الزلابية زي ما احنا بنقول عليها كده في مصر، احنا في مصر بنقول عليها زلابية، في الدول العربية التانية بيقولوا عليها لقمة القاضي. فكانت دي الحلوى المحببة لقلب السلطانة هي، متعرفة حاجة بقى زي كده، كانت بتحبها جدا جدا، في اي مناسبة تقول اعملوا لقمة القاضي ووزعوها. ف آه، هي تقريبا اصولها عثمانية تقريبا، بس انا ما اعرفش. دي كده كانت تانية طاسة عملناها ونزلناها برضو في الشربات، وكمية الشربات مناسبة برضو مع كمية الزلابية اللي احنا عملناها دي. كده اخر كده كانت شكلها يا حبايب قلبي تحفة تحفة تحفة. جربوها مش هتندموا. اعملوها لأولادكم أنضف وأوفر، وهتكرريها كتير 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 لأنها حلوة ومقرمشة، وطعمها والشربات بتاعها حلو، ولا شاربة شربات كتير قوي، ولا مش ان هي من جوه ما فيهاش شربات. انا طبعا بخليها في الشربات او بطلعها كده زي ما انتم شايفين من الزيت، بحطها في الشربات مفيش يعني 5 دقايق كده واطلعها. لو عجبتك بقى يا حبيبة قلبي وصفتي، يا ريت لايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منك ليا. وان شاء الله الفيديوهات هتنزل الساعة 7 من هنا ورايح.